مساء الفل عليكم. بدأنا تنظيفات العيد. تعالى اقول لكم على خلطتي السرية اللي بتنظف كل حاجة من على الحيطة وبترجع الحيطة جديدة. بلاش تضيعي وقتك ومجهودك في ان انتي تقعدي تدعكي وخلاص، دي اول حاجة. بلاش تكلفي نفسك فوق طاقتها وتغيري دهانات البيت لان الحاجات بقت غالية جدا. وبلاش كمان تشتري فوط بتكون بالاسعار الفلانية عشان خاطر تنضفي الشخبطة على الحيط، ولا تجيبي مواد كيماوية ريحتها صعبة على ولادك وكمان ممكن تبوظ ايديكي. طب احنا نعمل ايه؟ يعني احنا مش هنعمل ده كله ما ننضفش؟ لا، هننضف، بس هننضف بحاجات طبيعية وهتخلي الحيطان ترجع جديدة. وايا كان نوع القلم اللي متشخبط بيه على الحيط او بقع او حتى دهون على الحيطة بتاعة المطبخ او الجير اللي بيكون على السيراميك بتاع الحمام، كل الحاجات دي هتنضف وكأنها مش موجودة. يعني الخلطة دي تنفع للمطبخ، تنفع للحمام، تنفع لكل حاجة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ما تنسوش بقى لايك وشير، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني. يلا نشوف هنعمل احلى واجمل خلطة ازاي، وما تنسوش بقى تشجعوني بكلامكم الحلو. اول حاجة احنا هنعمل خلطتين، خلطة للحيطان البيضة وخلطة للحيطان الملونة، علشان خاطر الحيطة الملونة مش هي الخلطة اللي هتحط لها في الحيطان البيضة. هجيب بخاختين. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البخاخة الاولى هنحط فيها مية حوالي 3/4 مية، وهنحط فيها ربع فنجان من البريل او اي سائل تنظيف بنستخدمه. حط فيها معلقة صغيرة من البيكربونات، وهنحط عليها معلقة من الخل، واخر حاجة هنحطها بعد ده كله هنحط حتة من معجون الاسنان ونضربهم في بعض ونسيبهم على جنب. هنجيب ازازة تاني هنحط فيها برضو 3/4 مية. طبعا الازايز دي البخاخات العادية، وبدي يفضل ان احنا نعمل الخلطات في البخاخات علشان ما نستهلكش كمية كتير وفي نفس الوقت نقدر نتحكم فيها. المية اللي بنستخدمها في الخلطة بتكون مية دافية عشان تدوب الخلطة. بعد كده بضيف هنا حوالي فنجان من الخل الابيض اللي بنستخدمه كلنا في الاكل او في الوصفات. وبعد كده بقى بنبتدي ان احنا بعد ما نضيف الخل نبتدي ان احنا نضيف باقي المكونات بتاعتنا. وبعد ما احنا بنضيف الخل زي ما قلت لكم، عايزه اقول لكم ان اضافه الخل دي قويه جدا لاي بقع. بعد كده بضيف هنا سائل التنظيف، وبرده اي نوع انتوا تستخدموه. على فكره انا عامله لكم وصفه لسائل التنظيف بقشور الليمون حلوه جدا، هتبقى اسيبها لكم في صندوق الوصف عشان الناس اللي عايزه تستخدم الوصفات الطبيعيه وفي نفس الوقت تكون وصفات اقتصاديه ما يكونش فيها تكاليف كتير. هحط بقى سائل التنظيف وهحط الخل وهحط الميه بالشكل ده، وزي ما قلت لكم واكدت عليكم الميه تكون دافيه علشان الخلطه تدوب كلها مع بعضها. الوصفه زي ما قلت لكم مقسومه نصين، لو في حيطان عندك ملونه ولو في حيطان عندك بيضه، عشان الحيطان البيضه بتكون ممكن تستحمل اي حاجه. هبتدي دلوقتي اجيب البيكنج باودر. ايوه يا جماعه، البيكنج باودر سحر فعلا في تنظيف كل البقع اللي بتكون على الحيطه. هجيب كيس كده من البيكنج باودر وابتدي اضيفه للخلطه بتاعتي. لو تفتكروا الخلطه الاولى ضفنا لها ايه؟ ضفنا لها بيكربونات صوديوم. في ناس هتقولي الاتنين زي بعض، هقولك لا، الاتنين مش زي بعض. البيكنج باودر بيكون تأثيره اخف سنه من البيكربونات الصوديوم. بعد كده شايفين لما احطها كده هتبتدي بقى الفوران بتاع الخلطه بتاعتي، وهتبتدي الخلطه كلها تتفاعل مع بعضها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هحط الكيس كله وما تقلقوش، يعني الكيس كله الازازه دي هتنظف معاكم كل البقع اللي موجوده في البيت عامه وفي المطبخ، لان احنا حاجه بسيطه جدا بتنظف الخلطه، بتنظف البقع خالص، مش بتخلي لها حتى يا جماعه اثر. حتى لو عندك بقع قديمة هتنضف، حتى لو بقع زيوت جامدة جدا هتنضف، ما تقلقيش يعني. وهقولك دلوقتي لو عندك الأقلام اللي ما بتتمسحش، يعني في ناس كتير في أقلام دلوقتي مش بتتمسح خالص من على الحيطة، هقولك دي تمسحيها ازاي. دي بقى ليها اختراع كده هوريهولك تحفة. تعالوا بقى نشوف هنعمل الخلطة دي ازاي. عندنا الخلطتين زي ما انتوا شايفين، الخلطة اللي في الإزازة السوداء اللي فيها البيكربونات، والخلطة اللي في الإزازة البيضاء اللي فيها البيكنج
بيكنج باودر. الخلطة اللي في الازازة البيضة دي تستخدم في اي حيطان تكون بيضة، حيطان تكون حساسة يا جماعة، مش بيحصل يعني نخاف عليها ملونة بقى فيها ديكورات او كده، بنستخدم بيها الخلطة دي. طيب لو احنا عندنا الحيطان بقى بيضة او مطبخ او حيطان الحمام او حيطان بقى يعني فيها اتساخات جامده جدا، نستخدم الخلطه السوداء اللي فيها البيكربونات. تعالوا اوريكم بقى ازاي انضف الاول الاقلام اللي مش بتتمسح خالص قبل ما ابتدي ان انا المع بالخلطات دي. شايفين ان لو ملاحظين كده الحيطه فيها لمه كتير جدا وفيها شخبطه كتير قوي قوي. كل اللي انا هعمله هجيب فوطتين، فوطه تكون مبلوله سنه بسيطه والفوطه التانية تكون ناشفه، هرش شويه من على الحيطه. شايفين انا عايزاكم تبصوا بس، انا عملت اي مجهود؟ انا ما عملتش اي مجهود، انا بس دوست على الحيط. شايفين الفرق؟ طبعا فرق كبير جدا. دي شخبطه خفيفه، دي لمه خفيفه جدا وشخبطه او تراب خفيف. لكن لما بتكون حاجات جامده على الحيطه او ناشفه قوي او كده هنعمل ايه؟ هوريكم في الخلطه. شايفه الحيطه طبعا بيضه، شايفين اللي طالع من الحيطه؟ حاجة صعبة جدا. ممكن تحسوا قد ايه ان الخلطة سهلة وبسيطة، بس بجد بتجيب مفعول او بتجيب نتيجة تحفة. طيب نشوف بقى الاقلام بتاعتنا. شايفين الفلوماستر، وفي كمان اللي هو اللمة دي مش بتتمسح خالص يا جماعة، ولمة الخطاط او الحبر السري، والقلامة الجاف اللي كلنا بلا استثناء بنعاني منها. انا هعمل لكم دلوقتي شخبطة كتير قوي على الحيطة وهوريكم ازاي همسحها. انا حطيت دلوقتي قلم فلوماستر، شايفين مسحها بكل سهوله. اقلام الفلوماستر مش بتاخد وقت ولا مجهود، بتتمسح سهله جدا. طيب لو اقلام اللي هي الخطاط اللي مش بتتمسح خالص، لو لسه جديده ورشيتي عليها من الخلطه دي هتتشال. طب لو قديمه شويه، الاول هنحط عليها حته صغيره من معجون الاسنان، وبعد كده هنحط عليها من الحيطه، نحط عليها من الخلطة ونمسحها، هتلاقيها رجعت جديدة. لام الجاف بتتمسح برضو بكل سهولة، مش بتاخد وقت خالص ولا مجهود. الاول بنمسح بفوطة ناشفة وبعد كده بنعيد عليها بفوطة لينة عشان خاطر ننضف الحيطة. اصعب انواع الاقلام اللي هي الحبر الثابت اللي هو بتاع الخطاط، ده بيبقى صعب جدا جدا ومش سهل ان هو يتشال. بس عايزة اقول لكم ان الخلطة مش بتخليله اثر اصلا. جربوا الخلطتين دول للحيطان البيضة والحيطان الملونة وحيطان المطبخ وحيطان الحمام، واي حاجة عندكم تكون لونها راح كده ولونها انطفى فعايزين نرجع لونها الجميل جدا جدا. ما تنسونيش في دعوة حلوة من القلب وتقولوا لي باقي الخلطات اللي انتوا حابين تشوفوها عندي على القناة. وما تنسوش تقولوا لي بقى ايه اخبار التنظيفات والعيد بقى والخبيز، وعملتوا الخبيز بمقاديري. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير، تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني وبتفرحني جدا جدا. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير، واسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك عشان لو حابين تتابعوا الوصفات المكتوبة. كنت معاكم شيف نرمين الماجد، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.